مش لعب عيال. القانون نزل يحميك من الكلاب الخطرة. في مشهد متكرر في الشارع، تلاقي شاب ماشي بكلب بيحركه كأنه سلاح، ناس بتخاف، أطفال بتصرخ، ستات بتغير طريقها. الموضوع طلع من إطار الكلب صاحب الإنسان وبقى استعراض وترويع. علشان كده صدر قانون جديد اسمه قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة رقم 29 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية بتاعته صدرت رسميا برقم 1731 لسنة 2025، واتنشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 مايو 2025. يعني القانون أصبح واجب التطبيق. القانون ببساطة حط قائمة ب 16 نوع من الكلاب واعتبرهم حيوانات خطرة ممنوع اقتنائهم. فلو عندك كلب منهم، إما تستخرج له ترخيص بشروط صارمة جدا أو تسلمه لمديرية الطب البيطري خلال شهر من صدور اللائحة التنفيذية. القانون بيوجه رسالة واضحة: اللي يمشي بالكلب في الشارع يرعب الناس أو يستخدمه للتعدي أو التهديد هيدفع الثمن غالي. غرامات تبدأ من عشرات الآلاف وبتوصل لملايين، وحبس ممكن يوصل لسجن مشدد أو مؤبد حسب الضرر. والأهم من كده إنك ممكن تتحاسب حتى لو الكلب معضش حد. مجرد الترويع أو التحرش بشخص في الشارع باستخدام كلب عليه عقوبة صريحة. القانون كمان ألزم القرى السياحية والفنادق واتحاد الشاغلين إنها تمنع دخول أو تواجد الكلاب الخطرة غير المرخصة. حماية للناس مش تضييق. الرسالة اللي أنا عاوز أقولها بسيطة ومباشرة: يا شباب، الكلب مش وسيلة استعراض، ولو بتفكر تمشي بكلب خطر عشان تخوف بيه فأنت داخل على عقوبة وغرامة. النهاردة مفيش هزار مع الكلاب الخطرة. احترم القانون، ولو شفت حد بيروع الناس بكلب بلغ عنه فورا. احمي نفسك واحمي الناس وخلي الشارع مكان آمن. أصدق دليل على كلامي ده واقعة التعدي على ابن الفنانة زينة باستخدام كلب، المنتشرة حاليا بمواقع التواصل الاجتماعي. وفي النهاية، لو مهتم بالقانون تابعني.